مفاجأة مدوية لكل الجماهير الأهلاوية. أفضل لاعب في المغرب أهلاوي، موسيقار المغرب أهلاوي، نجم الدوري المغربي أهلاوي، أفضل لاعب في الجيش الملكي المغربي أهلاوي، الموسيقار رضا سليم أهلاوي لمدة 5 سنين. والكابتن محمود الخطيب بيسلك صدور الشعب المصري كله، وكل واحد عارف يعني إيه قيمة الأخلاق والاحترام، وكل واحد حزن على ما فعله حسين الشحات من سب الدين. الكابتن محمود الخطيب بيسلك صدورنا وبيعرض حسين الشحات للبيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي واخواتي متابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ووحشتوني، وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا ابو الصحاب فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، النادي الاهلي ناويها السنه دي ان يكون الميركاتو الصيفي عالمي. النادي الاهلي داخل في صفقات ناريه ومدويه، وبعد ما قدر انه يحصل على نجم الزمالك امام عاشور دخل في صفقه الموسيقار مرتضى منصور هيروح الاهلي. لا يا عم، الموسيقار بتاعنا ده لازق فينا احنا، انما الموسيقار المغربي رضا سليم نجم الجيش الملكي المغربي. النادي الاهلي دخل في مفاوضات جاده معاه، وكان في عقبه واحده ان نادي بازل السويسري دخل هو كمان في الصفقه عشان خاطر ينافس النادي الاهلي. لكن رضا سليم حسمها النهارده والتوقيع الان. رضا سليم اهلاوي لمده 5 سنين. رضا سليم هيسعد النادي الاهلي لمده 5 سنين. رضا سليم موجود موسيقار جديد داخل النادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب بيقول للجمهور الاهلي انت تحلم وانا علي حق، انت تتمنى وانا احقق لك الامنيات. انا تاجر السعاده الجديد للاهلاويه، ما تقلقوش يا اهلاويه، النادي الاهلي هيكون فريق جبار. شابوه وبرافو الكابتن محمود الخطيب اللي بيقدر يعمل الصفقات اللي تسعد جمهور النادي الاهلي. اما بالنسبه للموسيقار بتاعنا اللي كنت مفكر ان الاهلي تعاقد معاه، فما فيش صفقات. مفيش صفقات ليه يا عم افندينا؟ عشان مفيش فلوس حلاوه، مفيش فلوس حلول. الزمالك بيسافر للبطوله العربيه من غير ما يعمل ولا صفقه. الزمالك رايح يقابل النصر السعودي اللي والله كبر الموضوع. كبرتوا الموضوع يا اخواتنا في النصر، ده بطوله وديه يا اخي. يا اخي مش كده ماني وغاني وفاني وساني وكله سان سنانه لمواجهه نادي الزمالك. ده الفرق السنه دي ما بين ميركاتو الزمالك وميركاتو النادي الاهلي. طب ايه حكايه حسين الشحات يا عم افندينا؟ انت طلعت في الفيديو السابق وقلت ايقاف ماتشين وغرامه 20,000 جنيه، وان الاهلي غرمه 300,000 جنيه. هقول لك سيدي الفاضل واخويا المحترم الكابتن محمود الخطيب بعد ما سمع الفيديو تاني ولقى ان الكابتن حسين الشحات بيسب الدين لمحمد الشيبي، ده اثار غضب الكابتن محمود الخطيب، وبدأ الراجل ياخد قرارات حاسمة. اتصل على الفور بالكابتن سيد عبد الحفيظ وقال له اجتماع بكره عشان تقول لي ايه اللي حصل وليه حسين الشحات غلط. ومش مهم عندي نتيجه المباراه، ما يفرقش معايا ان كان الاهلي كسب ولا حتى اتغلب. انا اللي يفرق معايا الاخلاق والمبادئ والقيم، اللي يفرق معايا ان دين الله نحافظ عليه. ما يبقاش لعيب موجود في النادي الاهلي ويبقى بيسب الدين. احنا لما تعاقدنا مع حسين الشحات كان افضل ميزه بتميزه مش انه موهوب فقط عشان كان ملتزم دينيا وعشان كان على خلق وراقي، انما اللي حصل من حسين الشحات واللي بيحصل من حسين الشحات في الفترة الاخيرة شيء لا يصدقه عقل. حسين الشحات اخطأ في حق النادي الاهلي وحق جماهيره قبل ما يخطأ في حق الشيبي وحق اخواتنا المغاربة. وعشان كده انا عايز كل حاجة تخص الموضوع،
وقرر الكابتن محمود الخطيب انه يعرض حسين الشحات للبيع او على الاقل للاعاره، والقرار هيطلع بكره بمشيئه الله تعالى. برافو الكابتن محمود الخطيب، كامل التحية والاحترام والتقدير. شكرا لان لسه في واحد بيحافظ على المبادئ والاخلاق. شكرا ان احنا لقينا شخص محترم وسط الرياضة المصرية. ممكن نختلف مع الكابتن محمود الخطيب اداريا، نقول خد امام عاشور وده يخالف مبادئ النادي الاهلي، او حتى ما كانش ينفع ان ياخد امام عاشور، انما لما يوصل الموضوع للسب والقذف والشتيمة بنلاقي الكابتن محمود الخطيب اول واحد بيقول للكل ستوب. هنا لازم لينا وقفه. تختلفوا معايا اداريا انما ما حدش يقدر يختلف معايا اخلاقيا. انا محمود الخطيب رمز للاحترام والاخلاق. من هنا ومن خلالي ومن خلال حضراتكم بشكر الكابتن محمود الخطيب واقول له مليون تحيه وتقدير. اما بالنسبه للكابتن شيكابالا اللي نزل على صفحته الشخصونيا، ايوه الشخصونيا، كلمة قانون ساكسونيا. ما هو شخصونيا وساكسونيا والدنيا بقت مهلبونيا. يعني ايه؟ يعني ايه يا كابتن شيكابالا؟ طبعا شيكابالا كان معترض على الغرامة والعقوبة اللي خدها حسين الشحات، وشايف ان القانون ده يعني قانون ساكسونيا. ما هو بصراحة ما ينفعش هو نفسه شيكابالا يتوقف 8 ماتشات عشان قال لرئيس الاتحاد انت اهلاوي، ويلاقي لعيب تاني بيسب ويشتم ويضرب ويتخانق ويسب الدين وفي الاخر ياخد ماتشين. يبقى فعلا القانون ده قانون ساكسونيا. لازم يبقى فيه حساب ولازم يكون فيه ردع عشان ما يتكررش اللي حصل ده في ملاعبنا تاني. اما بالنسبة لاخواتي الغاليين المحترمين اللي سألوني عن رأيي وليه ما بتكلمش عن ألم بهاء باهر المحمدي لمحمد هاني، اللي متابعني كويس هيقدر يعرف ان انا اول واحد طلعت انتقدت باهر المحمدي وقلت اللي حصل ده لازم يكون فيه حساب وعقاب شديد لباهر المحمدي. لازم باهر المحمدي يتعلم ان ازاي يحترم الفريق المنافس، وان ما ينفعش ان لاعب مهما كان اسمه او حجمه او تاريخه او النادي اللي بيلعب فيه يضرب لعيب منافس ليه. اما بالنسبة لعلي لطفي فما فيش حد في الشعب المصري الا لما طلع على الاداري بتاع نادي السوداني الهلال السوداني وانتقدوا بشدة. احنا هنا هنقول كلمة الحق وكلمة الحق بس، سواء كلمة الحق لصالح النادي الاهلي او ضده، او لصالح نادي الزمالك او ضده. لازم نتعلم كلنا ان الحق احق ان يتبع، ولازم كل واحد فينا يعرف ان المبادئ والقيم لازم تنتصر. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك؟ واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.